Have you ever wondered what happens behind the scenes? From active excavations sites to the grand galleries, we uncover the details that build a civilization. Join me on a journey to bring history back to life. يا مساء الفل. كلامنا النهاردة عن المصريين القدماء وحبهم للأكل اللي ممتد من آلاف السنين. والحقيقة إن أجدادنا المصريين القدماء كان عندهم تنوع كبير جدا في الأكل والشرب. بس يا ترى فكرنا مرة الحضارة المصرية القديمة وبناة الأهرامات اللي عملوا الحضارة العظيمة دي كان إيه سر طاقتهم؟ الحقيقة إن كان عندهم نظام غذائي كان عبارة عن هرم كل طبقة فيه ليها دور. فخلونا النهاردة نعرف تفاصيله سوا جوه قاعة المتحف المصري الكبير. في قاعدة الهرم بنلاقي حجر الأساس الحقيقي للحياة في مصر من عصور الدولة القديمة، واللي كان أساسها الخبز والجعة اللي اتعملوا من القمح والشعير. الخبز ده كان أساس كل وجبة تقريبا، وكانوا بيعملوا منه أنواع كتير من العيش المسطح بتاع كل يوم لحد الأرغفة الكبيرة المختمرة بتاعة الاحتفالات. المدهش بقى إن ده ما كانش مجرد كلام، أنت تقدر تروح المتحف وتشوف أرغفة العيش الحقيقية اللي عمرها آلاف السنين معروضة عندك في قاعة واحد في الدولة القديمة وفي قاعة ستة في الدولة الوسطى. أما الجعة البيرة يعني فكانت مختلفة عن مفهومنا دلوقتي، لأنها كانت شراب تقيل ومغذي، يعني أقرب لوجبة سايلة، وكانت أساسي من الأكل لدرجة إنها كانت بتستخدم كجزء من أجور العمال، وكانت بتتصنف حسب اللون والقوة. يعني الجعة الحمراء دي كانت أخف ومخصصة للاستخدام اليومي، أما السوداء فكانت أقوى وأحيانا بيضيفوا ليها فواكه زي التمر عشان يغيروا الطعم. ولو عايزين تشوفوا آثار للمشروبات دي هتلاقوها برضو في قاع واحد وسبعة واتناشر. ولو طلعنا درجة في الهرم الغذائي هنلاقي المنتجات الزراعية اللي كانت بتضيف تنوع وقيمة غذائية لوجباتهم اليومية، زي البصل والثوم عشان النكهة القوية والتخزين، والفول والعدس للطاقة. أما التحلية فكانت عندهم كلها من الطبيعة، زي التمر والتين والرمان. ولو عايزين تشوفوا آثار الفواكه والخضروات دي هتلاقوها في المتحف في قاعة ستة، وكمان منظر جميل لتنوع المنتجات دي في قاعة سبعة. أما المفاجأة بقى واللي ناس كتير ما تعرفهاش هي الجبنة. أيوة، صناعة الجبنة كانت أقدم من عصور الأسرات نفسها، واللي بترجع جذورها للعصر الحجري الحديث. والدليل بتاعنا هنا ما كانش مجرد رسومات، ده دليل مادي ومذهل جدا. تخيلوا معايا إن أقدم قطعة جبنة صلبة في العالم عمرها 3200 سنة لقوها في مقبرة مصرية. ودلوقتي وصلنا لقمة الهرم الغذائي اللي هنلاقي فيها أكل الطبقة العليا والأطعمة اللي كانت بتقدم في المناسبات زي اللحوم. فبالرغم إن هم كانوا بيربوا المواشي والأبقار، بس اللحمة ما كانتش جزء من الأكل اليومي. الموضوع كان اقتصادي بحت، يعني استخدام الحيوانات في الزراعة أو عشان اللبن كان أفيد بالنسبة لهم. عشان كده أكل اللحوم كان مقتصر على الأعياد والمناسبات الدينية، وأحيانا طبعا تقديم القرابين. وعشان كده هنشوف في قاعة واحد في المتحف مناظر للحوم وذبح الأضاحي. أما التحلية فكانت نوعين، إما نوع بيعتمد على التمر والخروب، وده كمان كانوا بيستخدموه الحلواني في المعجنات، ووقتها كان اسمه عامل التمر. أما التحلية الفاخرة بقى واللي دي اللي كانت بالعسل، وهنا لازم نزور قاعة الملك الشاب توت عنخ آمون، لأن هي أكتر قاعة بتضم طعام محفوظ، وهنشوف فيها برطمانات العسل اللي محتفظة لسه ببقايا العسل داخلها، وكمان ثمار الدوم والتوابل والزعفران والكزبرة اللي لسه موجودين لحد النهاردة. بالإضافة لعرض مجموعة كبيرة من أواني النبيذ واللي كانت صناعته مش حاجة بسيطة أبدا، لا دي كانت عملية منظمة ومتقدمة جدا. كمان بيعرض المتحف الكبير داخل قاعة 12 من العصر اليوناني الروماني مراحل للتصنيع اللي بتبدأ من القطف والعصر وتخزينهم داخل الأواني بتاريخ التخمير. وكمان أدوات المطبخ ما كانتش معقدة، أغلبها كان من الفخار والحجر، وتقدروا تشوفوا الأواني والأكواب والمعالق وحتى جرار تخزين الحبوب اللي اتطور شكلها من العصر الدولة القديمة، الدولة الوسطى، الحديثة، وحتى العصر اليوناني الروماني، واللي تقدروا تشوفوهم داخل قاعات المتحف في قاعة واحد وستة وسبعة واتناشر. ده غير طبعا القاعة الشهيرة للملك توت عنخ آمون، وطبعا المفاجأة مصفى للأكل. ورغم كل أنواع الطعام دي إلا إن في تاريخ عايش معانا على سفرتنا لحد دلوقتي، وهو الطبق المصري الشهير طبق الفسيخ، واللي بيعرض لنا إزاي طريقة حفظ الأسماك بالتمليح واللي استخدمها أجدادنا من آلاف السنين. وهنلاقي كمان على جدران المقابر طريقة صيد الأسماك وتمليحها، واللي بيعرضها المتحف المصري في قاعة واحد عشان نشوف أنواع السمك المختلفة اللي كان بيصطادوها المصريين القدماء.
ومع كل أنواع الأطعمة اللي سابها لنا أجدادنا المصريين، وفي العصور اللاحقة مع دخول ثقافات جديدة، لقينا إن الأذواق اختلفت والمكونات اتغيرت واتضافت نكهات ووصفات جديدة لحد ما وصلنا لسفرتنا المصرية الحالية اللي بتحكي لنا قصة مجتمع عملي ومبدع. لكن ده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال: يا ترى بعد آلاف السنين من دلوقتي أطباقنا إحنا النهاردة هتحكي إيه عن حضارتنا؟